أرى فيه مستقبلا رائعا أيها الملاك. إن خط حياتك طويل جدا ومليء بالمراحل الحلوة، صحة ومال وحب. لا أظنها صدقت الكثير، جاءت بدافع الفضول، وكل منا أدت دورها، وهي تعرف الأخرى تتماشى مع اللعبة. أحيانا ماذا؟ أحيانا ينتابني شعور، وعندما نظرت إليها بدا لي أن للفتاة علاقة بقدري، كما لو طريقانا تتقاطعان. أندرينا! سيد ألفونسو! أندرينا تعاني مرضا خطيرا جدا. عضالا. تعيش ابنتك سنة واحدة على الأكثر. يا إلهي، أرسلت في طلبك لأنني لم أجرؤ على إعلان الخبر في بيتك. مستحيل مستحيل. ابنتي الوحيدة. لماذا تواجه هذا المصير؟ ليس باليد أي حيلة. لما ابنتي بالذات؟ لا يعقل دكتور، بهذا الصبا وهذا المرح. لابد من وجود خطأ ما. قطعا لا، قطعا لا. النتائج موجودة هنا. منذ أن عينتها راودني الشك، إلا أنني لم أشأ أن أصدق. أكدت النتائج تشخيصي هذا. إن الأمر مؤلم، ولكن تأكدت مما تشكو أندرينا. أعرف ألفونسو أنني أسبب لك ألما كبيرا، لكن من واجبي قول الحقيقة. واعذرني لذلك، لأنني فعلت هكذا بكل صراحة من دون مراعاة شعورك كوالد لها. لكن عاجلا أم آجلا ستعرف، فالمرض يتفاقم ألا يمكن إنقاذها أرنستو؟ انقلها إلى مكان آخر، أخضعها لأي علاج متقدم مهما بلغت نفقاته، كل ثروة مقابل نجاتها. لا جدوى من ذلك ألفونسو. ثمة أبحاث كثيرة لإيجاد علاج لسرطان الدم، لكنه لم يكتشف بعد. أرجوك. لا تطلب مني أن أضيف كلمة. لا يجوز لي أن أكذب عليك. إذن عليك أن تتحضر لنهاية قاضية محتمة. ألا يمكن أن نناضل؟ لإنقاذها لا، إنما لإطالة عمرها قليلا.
اليوم بلا شك سيأتي لرؤيتي. أها، له إذن كل هذا التبرج؟ ولمن تحسبين؟ لكنه سيتأخر لأنه أرسل في طلب أبيك إلى المستشفى. نعم بالفعل سوف يتأخر قليلا لأن علي أن ينتظر نتائج التحاليل. أرجو أن تشفي بأسرع وقت ممكن، لأن ماتياس حضر البارحة عروض السيرك ووصفه بالرائع. إذن أرجو أن يسمح لي. لا جدوى ألفونسو، ثمة أبحاث كثيرة لإيجاد علاج لسرطان الدم، إنما لم يكتشف بعد. الفتاة ما زالت شابة وجميلة. وجدت صعوبة في إخبار أبيها. أجل بلا شك. لم يشأ أن يصدق هذا. أراد التعلق بخيط أمل، ولكنني اضطررت أن أقطع له هذا الخيط. أتعرف أندي، شعرت بأنني ظالم جدا. لا أرنستو، لا يجوز أن تخدعه. لا تفعل هذا. ماذا لو اكتشف علاج سرطان الدم في وقت قريب؟ نعم، هذا محتمل. قد ينقذ الآخرين. بالنسبة لأندريينا فقد فات الأوان. كنت في انتظارك. باركك الله يا ابنتي. اسمع أبي، هل ظهرت نتائج التحاليل؟ أجل. مما أشكو. أنت بخير؟ لا شيء يذكر؟ إذن يمكنني مغادرة السرير؟ لا، الأفضل بقاؤك مستلقية. ولكن لماذا أبي ما دمت بخير؟ ما زلت ضعيفة. قد يعاودك الإغماء ثانية. تشكين من فقر دم. الدكتور رانخيل سيصف لك علاجا، عقاقير وحقنا. سأطلب من عمتي أن تحضر لك شرائح لحم طازج، وتتناولين كل يوم صفارة بيضاء مع عصير منعش، فهذا أفضل علاج لفقر الدم. وهكذا سأصبح بدينا. وسأوصيها بإرغامك على الأكل وتحشو فمك بالطعام كما كنت في صغرك. يا إلهي ماذا ينتظرني؟ نكشف لك المستقبل والحاضر والماضي مقابل فلس واحد، مقابل فلس واحد نكشف لك الطالع. هيا اقتربوا جميعكم، هيا إلى الشراء، هيا جميعكم تذوقوا، هيا جميعكم. من أيضا من سيشتري؟ ادخلوا ادخلوا، تقرأ لكم دوريندا الطالع، ادخلوا. تبا لك يا هذا من بخيل. مقابل فلس واحد يا أميرتي، مقابل فلس واحد أكشف لك الطالع. تفضلوا تفضلوا إلى خيمتي لتقرأ لكم دوريندا الغجرية، الماضي والحاضر والمستقبل. تقطع لنا رجل نحمله ونضحك. أبي متى يحضر الدكتور رانخيل؟ لاحقا في 3. أتعرف؟ إذن علي أن أتبرج بعد الغداء. أبي أريد أن أطلعك على سر، لكنني أخشى أن تغضب مني. أنا أغضب منك يا صغيرتي. ماذا عندك؟ أبي أنا معجبة بالدكتور رانخيل. وأظنني مغرمة به أبي، لأني لم يسبق أن أحببت، ولكن أخالني أحبه هو، وإن كان يبادلني الحب أبي أكن أسعد امرأة في العالم. وأنا أحلم دائما أن نتزوج وأن يحبني، ولعل السبب أنه يزورنا في البيت، أو لأنني أعجبه أو ألفت نظره. لا أدري أبي، ولكن ما رأيك أنت؟
لا أدري يا ابنتي، لا أدري. أنا أرى أنك لم تستحسن الفكرة أبي لأنك غضبت. لا لا لا، إنما فاجأني اعترافك هذا. ثم إن هذه الأشياء هنا هي تجول في رأسك الصغير، والدكتور مهتم بمهنته ليس إلا يا صغيرتي. ولكنه شاب أبي، وسرعان ما يقع في الحب ويتزوج، وأصبح أسعد امرأة في العالم أبي، وإن اختارني أنا أكن الأوفر حظا في العالم كما قالت الغجرية. تعالوا تفضلوا لتقرأ لكم دوريندا الغجرية الماضي والحاضر والمستقبل. هيا إلى الشراء، إنه طازج ولذيذ. هيا خذي، هيا هاتي المال، لا أملك الفكة. دوريندا، دوريندا تعالي بسرعة، هيا. تنقصني الفكة للآنسة. يا صغيرتي، تعالي إلى خيمتي لأقرأ لك طالعك. تعالي. تذكرينني جئت البارحة مع صديقتي. لكن طبعا أنا أذكرك يا أميرتي، قرأت لها الطالع، أما أنت فلا. تعالي لكن سيدتي. تعالي، هيا اذهبي لأقرأ لك طالع يا ابنتي. لقد أتيت برفقة ابن أختي لأنني سمعت بأن السيرك سيرحل غدا. صحيح، سنشارك في الاحتفالات المجاورة ثم نعود إلى بلدتكم قبل أن نتوجه إلى العاصمة. ادخلي صغيرتي، ادخلي قليلا كي أقرأ لك الكاف. أرى في طريقك أميرا، وإن لم أنذرك ربما ضاع منك من دون أن تدري. سيدتي، لا أصدق هذا الكلام. حماك الله أيتها البريئة. أتحسبين كلام دوريندا فيه خداع وفيه كذب؟ تنبأت لصديقتي البارحة بالصحة، وما إن وصلت إلى البيت حتى شعرت بدوار وفقدت وعيها. يا إلهي، ماذا أقول؟ ربما كانت يد صديقتك متسخة ولم أرى بوضوح. ادخلوا، سيبدأ العرض، جميعكم هيا. لن أقرأ لك الطالع، إنما أريدك أن تحملي حجابا لصديقتك لتعود إليها الصحة قريبا. لكنها لا تؤمن أبدا به. هذا لا يجوز يا ابنتي، يجب أن تؤمن، فالإيمان مفيد. إن الإيمان أشبه بدواء شاف، انظري إليه، إنه يحمل حجرا للعين الشريرة. هل ترين؟ حقا يبعدها عنها؟ خذيه ولو أنك لا تؤمنين به. لكن سيدتي، إنه جميل ليعلق في سواه، إن الحلي الغجرية محبوبة، وهذا مطلي بالذهب الخالص. خذيه وقدميه إليها ليساعد المسكينة على التخلص من مرضها. خذي، قدميه لها، سيكلفك 5 قروش فقط. 5 قروش؟ 5 فقط من نقودك يا أميرتي، خذيه لها. إنه بخس أتنازل عنه كرم لك، رغبة منك في شفاء صاحبة الجمال الأخاذ. اسمعي، ما إن تلبسه حتى تشفى، أقسم لك. لكن كل ما أملك من نقود. هاتي هذا يكفي. شكرا يا أميرتي، شكرا. والآن أسرعي لأن العرض سيبدأ ولن تجدي كرسيا. هيا أسرعي، اركضي، أسرعي. شكرا. هيا. المسكينة لن تشفيها كل الأحجار الملونة. تفضلوا سادتي، تفضلوا، ادخلوا لتكشف لكم دوريندا الغجرية الماضي والحاضر والمستقبل. ألفونسو، هل أرسلت ماتياس إلى مكان ما؟ لا. أريده أن يصطحب إغناسيو إلى صف الفروسية. على الصغير أن يتدرب، ولا أريده أن يختلط بالأولاد الآخرين. لا، قد يلحقون به الأذى لأنه يتعود على طريقة لعبهم. وماتياس أين هو الآن؟ سيفوته الدرس، لما لا تأخذه أنت؟ ما بك؟ ماذا حصل؟ غريب أمرك، تخشين أن يفوت ابنك درس الفروسية عليه؟ تصوري ما هو شعوري وأنا أعرف أن ابنتي بخطر. قلت بخطر؟
نعم أندريينا، ستموت. تعيش سنة واحدة. أنت واثق؟ أنا أعمى القلب لأنني عاجز تماما عن إنقاذها. ابنتي الوحيدة. أرجوك، يجب أن لا تعرف. علينا كتم السر لنجنبها العذاب. سوف تتحسن وستشعر أنها بخير بفضل علاج الطبيب، إلى أن يستحيل علينا مساعدتها وتأتي النهاية. عديني بأن تساعديني. يجب أن لا تشك بما حولها أبدا. طبعا ألفونسو، لا تخف. أنا آسفة حبيبي، أنا حزينة جدا. أعدك بأن أبذل جهدي لتمضي يا أندريينا أيامها القليلة الباقية بسعادة. شكرا. هذا ما أتمناه أنا أيضا، بل كل ما يمكن أن أتمناه. لا بأس أن أعاملها بلطف ما دامت تموت قريبا. والإرث، ثروة ألفونسو الطائلة، ستؤول توا إلى ولدي. ألفونسو، ماذا تفعل هنا؟ قيل لي إنني قد أجدك هنا. أريد أن أتحدث إليك دكتور. بموضوع أندريينا؟ نعم. هل علم أحد بمرضها؟ المخبري الذي أجرى التحاليل طلبت منه التزام الصمت إزاء موضوع مرضها هذا. شكرا. فالإشاعات أسرع من الصوت، لا سيما في بلدة ريفية كهذه. علي أن أحول بأي ثمن دون بلوغ الحقيقة مسمع أندريينا. لا تقلق، أتوجه اليوم لأزورها وأطمئن على حالها. أفضل، لكنها تصر على النهوض. دعها تفعل ذلك. ما دام المريض يشعر بالنشاط يجب أن يمارس حياته الطبيعية كأي شخص آخر معافى. قلت أنك تعودها اليوم. نعم. جئت أصارحك بموضوع ولا أعرف كيف أبدأ. قل لي ما شئت، لا تهتم. إنه موضوع دقيق، وقد تجد طلبي غريبا عليك على ما أعتقد. إن استطعت المساعدة فلن أتراجع. نعم، وحدك تستطيع. اعتبرها خدمة لي، ولن تكلفك إلا سنة من حياتك. أنا لا أفهم. دكتور، نحن صديقان أليس كذلك؟ وأنت أدرى بموضوع ابنتي الوحيدة، لذا أخاطبك بصراحة. جئتك إرنستو أطلب منك أن تتزوج ابنتي. أندريينا بقي من عمرها سنة واحدة، ويمكنك أن تجعل منها أسعد سنة. ولكنني لا أستطيع الزواج من أندريينا. لماذا؟ لأنني لا أحبها. سامحني، ولكن إنها الحقيقة. أنت تعرفني لا أحب الخداع.
أيصعب عليك أن تهب شيئا من حبك لفتاة بهذه الروعة والرقة وستموت؟ الحب لا يولد من الجمال أو من الشفقة. الحب لا يمكن تفسيره أبدا، يولد من العدم قبل أن ينذرنا. ابنتك أندريينا جذابة، ولكنني لا أشعر بشيء حيالها. أقصد من هذه الناحية. أندريينا متيمة بك حقا، صدقني إرنستو، صارحتني. وزياراتك العديدة إلى بيتنا جعلتها تتخيل أمورا. لم أفعل شيئا لأندريينا. هي تحلم وتتمنى وتتلهف بشوق عارم إلى حبك. إنها صغيرة بالنسبة لي، بل هي الآن عجوز ولن تعيش إلا سنة. قلت لها إنك لا تؤمنين بهذه الأمور، فقالت لي إن هذا لا يهم وأن الحلي الغجرية زي عصري. وعندما تنبهت وجدني أنا أحمل الحجاب والغجرية تحمل كل ركودي. لا بأس، إنه جميل وسوف أعلقه في السوار. صباح الخير. دكتور، بالإذن. أتيت تعود مريضتك دكتور؟ لأنني لا أعمل في هذا الوقت، كما ترين لا أحمل الحقيبة. إذن أتود أن تدخل أو؟ لا لا لا، يمكننا البقاء. عذرا. وكيف حالك؟ بخير دكتور، أنا بخير ولا أشكو من شيء، بل أشعر برغبة في العدو والقفز. يسرني سماع هذا. ما هذا؟ هذا حجاب اشترته لي صديقتي أوفيليا من امرأة في السيرك ادعت أنه حجر يشفي. إنها مجرد حماقة. ما شفاني من مرضي هو علاجك. كنت أحسبه شيئا أهم من حجر. مثلا اهتمامي ورغبتي في رؤيتك سعيدة. أعشق هاتين العينين الجميلتين اللتين لا تفارقان خيالي. دكتور، لا تناديني دكتور، ناديني باسمي. أرنستو. أندريينا، ألم تنتبهي بعد؟ ألم تلحظي أندريينا أنني متيم بك؟ لذا آتي عندكم لأراك. أريد أن أعرف إن كنت تحبينني. نعم. وأنا أحبك. يحبني. أوفيليا، إنه يحبني. إرنستو باح لي بحبه، يحبني. لا أصدق يا للروعة. سيتحدث اليوم إلى أبي ويطلب منه يحبني. يا إلهي يا للروعة. مبروك يا الخبر.
فلنشرب نخبة سعادة العروسين. ارمي الباقة عزيزتي. شعرت فقط بدوار بسيط لكنه طبيعي في وضع كوضعي حاليا. وضعك؟ انظر. أندرينا أنت أحمق، أنت طبيب ماهر وتنتظر أن أحيك قميصا لتنتبه؟ ولكنني لا أفهم. تعالي واشرحي لي فورا. أجل حبيبي أجل، أنا حامل وفي شهري الثالث. ولكن لما لم تخبريني قبلا؟ حبيبي أردت أن أتأكد وأعد لك مفاجأة. ولكن ألم تفرح؟ بلى طبعا. ولماذا إذا بدا عليك القلق؟ تعرفين الأطباء عندما أجل إنهم جبناء، إنهم جبناء. إنما لا تقلق، سأكون بخير وأنا لست خائفة أبدا. سأحضر لك القهوة.
كيف حالها اليوم؟ خائرة القوى، لم تستطع النهوض. ما رأيك يا أرنستو؟ ماذا أقول لك؟ شاهدت كل شيء. مقاوم طوال الأشهر الماضية وبالكاد استطعت أن أساعدها. ألا أمل؟ إطلاقا، أنت تعرف. والجنين؟ تلد قريبا. أسأل الله أن يولد قبل أوانه، وإلا إن اضطررت في النهاية سأحاول على الأقل أن أنقذ حياة الطفل إن استطعت. ولد. من كان ليصدق رغم موتها سينسف الطفل خطتي ويبقى هو الوريث. كيف حال الأم الصغيرة؟ هل تتأخر الولادة حبيبي؟ تضعين قريبا. ماذا تفضلين؟ لا فرق. ماذا تريد أنت؟ فتاة تشبهك وتتحلى بجمالك. كم تحبني حبيبي؟ إن حبنا عميق وقوي، لكن سعادتي الآن أكبر لأني أوديك ابنا. وأنا أيضا سعيد جدا. حبيبي، ما يزعجني هو أنني خائرة القوى. لا أعرف السبب، ولكني رأيت حوامل كثيرات ولا يشعرن بهذا أبدا. لأنك ضعيفة كطفلة صغيرة، لكن بعد أن تلدي ستشعرين بتحسن. حقا؟ أجل طبعا. وعندئذ حبيبتي نسافر وحدنا وسنمرح كثيرا. توافقين؟ نعم، أود أن نسافر أنت وأنا فقط وحدنا. طبعا حبيبتي، مؤكد سنسافر. إلى أين نسافر؟ إلى أي مكان. معك الحياة جنة. الألم متواصل. أرنستو. سيد أرونشا، سيد أرونشا، الطفل. ما الأمر؟ الطفل، أرسلني الدكتور ليعلمك أن الطفل سيولد. اهتم به. أسرع. لم أستطع حتى نقلها إلى المستشفى. كل شيء يعاكسني. يا إلهي، يا إلهي ساعدني. دعها تعيش قليلا قليلا بعد. تعالي من فضلك، ساعديني. القسم الأعلى من البطن، دلكيه نحو الأسفل. ساعديني حبيبتي. نعم. أحسنتي هكذا أفضل. انتهى الأمر.
تخطئ. أرى لعبة أبدية بين الحياة والموت ممتزجين مترابطين. السلسلة المأساوية للحياة والموت تبعث الحياة من جديد بثبات وخلود، ومع ذلك أرى الخيانة تفوق الحب، ظلال تتشابك.